لاعبين كذا وظيفتهم في الحياة هي التربية والتعليم، ونيمار مو واحد منهم، نيمار اثنين منهم. كل ما بيتكلموا عليه الناس بيرجع ويعلم عليهم من جديد. الآن نيمار هو متصدر كل حاجة لها علاقة بمنتخب البرازيل، أكثر من سجل، أكثر من صنع، أكثر من ساهم، نيمار جونيور. بكل بساطة يجي واحد معطي الكرة قفاه ويقول والله نيمار لاعب استعراضي، هذه الأرقام كلها هو استعراضي. طب لو ما كان استعراضي إيش كان ممكن يسوي؟ وبالله يا أخوان شوفوا الفرق اليوم بين تصفيات أمريكا الجنوبية اللي بتحسمها في آخر اللحظات وبين تصفيات أوروبا اللي بتلاعب فيها منتخبات ما تعرف لا أولها من آخرها، وقليلة بتغلبها 10. أنا ما بقول إنه أمريكا الجنوبية أقوى من أوروبا، ولكن أوروبا فيها منتخبات مرة كثير، وهذا الشيء بيعطي فرص أكثر للاعبين إنهم يسجلوا أهداف أكثر ويتألقوا أكثر. يعني لاعب زي إيرلينغ هالاند الآن بالصلاة على النبي لعب له 24 مباراة وسجل له 25 هدف، يعني بنفس هذا المعدل لو وصل 100 مباراة بيحطم الرقم القياسي. لوكاكو الهداف التاريخي لبلجيكا، هاري كين الهداف التاريخي لإنجلترا،